ما هي بوصلة العلاقات؟ هي كالتالي: أولا عندنا العلاقة مع الله عز وجل. العلاقة مع الله سبحانه وتعالى قائمة على التوحيد. العلاقة مع الله عز وجل قائمة على الله لا يريد منا إلا التوحيد، العبادة، أن نعبده وحده لا شريك له. فالعلاقة مع الله قائمة على التوحيد، وهذا التوحيد لا يتم إلا بأمرين. الأمر الأول مسألة التعظيم لما يعظمه الله سبحانه وتعالى، ومسألة التسليم. فهمت العلة ما فهمت العلة، فهمت السبب ما فهمت السبب، سمعنا وأطعنا. فكرة أحس وما عجبني وما قنعني ليس هذا يوتر علاقتك مع الله سبحانه وتعالى. والعلاقة مع الله لها شيء تمده أنت وفي شيء نازل لك. فالعلاقة مع القرآن علاقة من الأعلى إلى الأسفل، والصلاة علاقة من الأسفل إلى الأعلى. فإذا عندك هالشغلتين تحافظ على وردك من القرآن، فهذا علاقة السماء معك، وتحافظ على الصلاة وهي صلة بين العبد وربه، فهذه علاقة صاعدة إلى الأعلى. فهذا من التعظيم والتسليم لله سبحانه وتعالى. العلاقة مع الله سبحانه وتعالى نجعل عندنا مفهوم فيها أن كل عمل تفعله لله يوجب عذرا، يعني مهما سويت أنت تراك مقصر. كل عمل إلى الله ولله يوجب عذرا، يا ربي اقبله. إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام بعدما أتم بناء الكعبة يستغفران الله عز وجل: يا ربي اقبل. فكل عمل إلى الله ولله يوجب عذرا، وكل شيء من الله يوجب شكرا. هذه ملخص العلاقة مع الله سبحانه وتعالى. أي شيء يجي من الله يوجب شكرا. الله لا يقدر شرا محضا للإنسان، وإن رآه شيئا يكرهه ولا شر له خير. وكلنا في حياتنا شيء نحمده الآن كنا نكرهه سابقا، وشيء قلنا الحمد لله أنه ما تيسر، لأن احنا نعيش الآن في شيء أفضل من هذا. أنا سئلت مرة قالوا: هل خططت أنك تكون كما أنت عليه؟ قلت: نعم خططت، والحمد لله أنها فشلت. خيرة الله عز وجل لي كانت أوسع وأجمل وأفضل، لأن أعلم بي مني وأرحم بي مني وأحكم سبحانه وتعالى. فالحمد لله ما تحققت هذه. وإن داير هذا واحد أمريكي توفي قريبا، سألوه عن الانهيار الأمريكي اللي صار في 2008 في منهاتن. قالوا له: كيف أنتم أمريكان حقين التخطيط الاستراتيجي وشغلتونا، وكيف جاء الانهيار الاقتصادي بدون ما تدرون؟ إيش الحل؟ قال كلمة عجيبة سبحان الله، وهو ملحد. قال: الحل كن في خطة الله. ما في تخطيط استراتيجي وما أدري إيه، كن في خطة الله. ولذلك أجمع العقلاء، هكذا يقول السلف، أجمع العقلاء أن من لم يرضى بأقدار الله لم يهنأ بعيشه. ولذلك استرسال مع ما يريده الله عز وجل هذا عافية نفسية. وتجد أن أستاذا ولا أستاذة في كلية الشريعة لا تفهم هذا المعنى، وتجي واحدة عجوز ولا شايب أي شيء يصير له يقول ربي أبخص، يعني ربي أعلم، أي شيء يصير ربي أعلم. هذا هو التسليم. فالعلاقة مع الله قائمة على التوحيد. 2، العلاقة مع النفس وقائمة على التزكية. معنى التزكية أن الإنسان في كل يوم من حياته يعالج حاجتين: يرقيها من العيوب وينقيها من الذنوب. ففي تنقية وترقية، يوميا في كل لحظة، وهو عمل شاق. ولذلك أطول قسم في القرآن جوابه قد أفلح من زكاها. هذه النفس جوابه تزكية النفس، علاقتك مع ذاتك، كيف أن ترقيها من العيوب التي فيها. ولذلك يقول ابن المقفع كلمة عجيبة، يقول: وأشد عيوب الإنسان خفاء عيوبه عن نفسه. شيء شاق أنك تطور نفسك وأنك تزكي نفسك، وأنك لا سيما في وقت الناس تهرب فيه من النقد. يعني أنت لو عندك صديق ينصحك ستستثقله أصلا وما تحب تكلمه ولا تبحث عنه. فالناس تهرب من النقد فلا تحقق التزكية، ما تطور نفسها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم 6، ذكر منها: وإذا استنصحك فانصح له. معناها المسلم هو الذي يبحث عن النصيحة، المسلم لا يهرب من النصيحة. ولذلك في حديث الترمذي لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآة أخيه. المرآة ما تلاحقك، تلي تجيها، تلي تبحث عنها عشان بس تعدل شخصيتك. بس المؤمن الصادق يعدل نفسيتك ويعدل آخرتك، يعدل مسارك.
فالعلاقة مع النفس قائمة على التزكية واستصلاحها، وفي كل لحظة أنت تحاول. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الإنسان يرى القذاة في عين أخيه ولا يرى الجذعة في عينه. يعني سبحان الله، الإنسان قادر على أن ينتقد القذاة، الوسخ البسيط في عينه، في عين صاحبه، يقول شوفها، بس ما يشوف في نفسه الجذع، خشبة كبيرة ما يشوفها. فيحتاج أنه يستعين بصحبة تعينه صادقة، لا تميع له باطله ولا تهول له أخطاءه ولا تهونها أيضا. ولذلك المرآة تعكسك كما أنت، مرآة تعكسك كما أنت. المفترض الإنسان يكون عنده أصحاب من هذا النوع. مزعجين، إيه مزعجين ومزعجين. ولذلك الله عز وجل قال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ترى الصحبة الصادقة الصالحة الجادة المنجزة تراها متعبة. ولذلك الله عز وجل يقول: واصبر نفسك معهم. هي مي فلة وراحة وسعة صدر، لا، تحتاج تصبر. والإنسان العاقل لا يكسر ساعة المنبه لأنها أيقظته، هي هذا دورها. ما أخسر صديقي لأن نبهني، لا، ما أخسره، بالعكس العاقل يشرب الدواء لينتفع ولو كان مرة، ويترك السكر والحلى اللذيذ إذا كان ضارا. إذن العلاقة مع الله سبحانه وتعالى قائمة على التوحيد. العلاقة مع النفس قائمة على ترى في جوائز على التزكية. ثلاثة: العلاقة مع الناس. العلاقة مع الناس قائمة على العدل والإحسان بس. أقل من العدل الظلم، أن تظلم الناس، وهذا يا ويلك في الدنيا والآخرة. أدنى مراتب المروءة والإنسانية والدين أن تكون عادلا مع الناس. تبغى تصير نوع فاخر، الإحسان. طيب، هنا في إشكالية أيضا. لا يدرك الحق إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يعطي العدل بالضبط إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك تضطر أن تحسن إلى الآخرين رجاء أن تصيب العدل. يعني أنت تيجي تقول أنا بصير عادل مع هذا الإنسان، ربما بعدلك بمقاييسك أنت أصلا ظلمته. فأنت عشان ما تظلمه تحسن إليه لترجو مقام العدل فقط، يعني فقط مقام العدل. مثال بسيط: أنت تجي الواحد اتفقت معه على شغلة، طلع لي هذا الكرتونة فوق ب50 ريال، بس هو تفاجأ أن دورين مش دور، وأنت متفق معه ب50، تقول خلاص أنا سويت اللي علي، هذا 50، والمؤمنون على شروطهم، ولو يروح الأكبر محامي ما يقدر، هي 50، لكن اتفقتوا. لكن الذي يتحرى العدل الحقيقي لا، بيعطيه 100 أو بيعطيه 70 ريال ولا يمن عليه، ما يشعر أنه سواله شيء. لا، ترى هذا حقك، يا رب مسامحني بس. وكذلك الإنسان في علاقته مع زوجته، والزوجة مع زوجها، والأخ مع أخته، والإنسان مع مديره، والرئيس مع مرؤوسه، يدفع بالإحسان ليحصل على العدل، بس مخافة أن لا يظلم الناس. فالعلاقة مع الناس قائمة على العدل وعلى الإحسان. إذن هاي 3. رقم 4: وسعنا الآخرين. سنقول العلاقة مع الوطن. والعلاقة مع الوطن قائمة على الانتماء، لأن الناس على 3 أنواع في علاقتهم مع أوطانهم. إما أن تكون العلاقة ارتمائية، وهي علاقة طفولية، يبغى الوطن يدرسه ويوكله ويشربه ويطببه، يعني المستشفى، ويوظفه، يعلمه ويوظفه، والوطن يفعل ذلك. لكن ارتباطك بالوطن بهذه الطريقة هي ارتباط طفولي. وثمة علاقة مع الوطن هي علاقة ليست طفولية ولكن طفيلية. هو راضي عن وطنه ما دام منتفع، ويزعل ما دام أن لم يحصل على ما يريد. العلاقة الثالثة لا، هي العلاقة الانتمائية، ليست الارتمائية، لا، هي انتمائيا، ينتمي لهذا الوطن في المنشط والمكره، ويعني يوجد نفسه، وإن لم يجده الناس، أن يكون له دور في هذا الوطن. هذه أيضا من الأشياء المهمة في تغيير العلاقات وتأثيرها على علاقتك بالآخرين. يا كرام، دائما في الأزمات يفكر الإنسان أفكارا لا تكون في صالحه، أفكار غير مدروسة.
ولذلك كثير من الذين تنكروا لأوطانهم مثلا تجد أنه متأزم أصلا، متأزم. ما تلقى واحد ناجح وعنده عيال طيبين وأمور المادية زينة ووظيفته زينة يتأزم مع وطنه أبدا. تجد عنده أزمة معينة يرميها على وطنه ثم يتخذ موقفا فيجد من يسانده ويسهل له ذلك الشيء. وأنا أذكر في حادثة الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، مرارة وكعب وهلال رضي الله عنهم أجمعين. لما جاء كعب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، والله أنا ما عندي شيء ولا عندي عذر، ما كنت أحسن من قبل، أنا أفضل حالاتي، لكني أعجبني البراد وقلت بالحكم وكذا، لكني ما عندي عذر يا رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم سامح كل من قدم عذرا ولو كذب، سامحه النبي صلى الله عليه وسلم. كعب لا، جاء وقال: يا رسول الله أنا ما عندي عذر، الصدق ما عندي عذر. لما رآني النبي صلى الله عليه وسلم مقبل تبسم تبسم المغضب، يقول كعب: فرآني فتبسم تبسم المغضب. شفت اللي بيجيك واحد يقول لك: أفا غيرك يسويها، أفا يا كعب. يقول: رآني فتبسم تبسم المغضب. يقول: فلما قلت بعذري وانصرفت التفت إلى الصحابة وقال: أما صاحبكم هذا فقد صدق. طيب إيش العقوبة؟ 50 يوم ما حد يكلمه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كلها أن لا تكلمه، يمشي ما حد يرد عليه ما حد يرد عليه السلام. مش أنت أحيانا ترسل واحد رسالة واتساب يطلع صح واحد تنجن تدق عليه، وين العالم ذي؟ أيام لخبطة العيد تحس أنك منفي، ناس يقومون ناس ينامون، تتكلم أحد ما في أحد. الرجل كان له قيمة في الإسلام ويمشي ما حد يرد عليه السلام، يدخل المسجد فلا يكلمه أحد. يقول: فأنظر إلى شفتي النبي صلى الله عليه وسلم، بس رد عليه السلام ولا لا؟ بشوف ما يرد عليه السلام. القرآن يصف هذا المشهد: ضاقت عليهم الأرض وضاقت عليهم أنفسهم. ما ضاقت عليه. يعني أنت ممكن تروح المناسبة ضخمة، وإذا دريتم فيها فلان ولا فلانة كل العالم اللي فيها وكل هذا المكان متسع يضيق بك وتمشي. المدينة ضاقت عليهم 50 يوم. يقول: فذهبت إلى ابن عم لي وتسورت البستان، قلت له: يا فلان أتعلمني أحب الله ورسوله؟ يقول: فما رد علي. قال: أتعلمني أحب الله ورسوله؟ يقول: ما رد علي. يقول: أقول الثالثة: أتعلمني أحب الله ورسوله؟ فيقول: الله ورسوله أعلم. يقول: فأنزل من البستان وأنا أبكي خلاص. ثم يأتيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأمره أن يطلب من زوجته ألا تكلمه. وهنا لفتة جميلة جدا جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ مقام الطبع والطباع والعلاقات الأسرية. ما أمرها هو عليه الصلاة والسلام كما أمر أهل المدينة كلهم وخاصموه: زوجتك علاقة بينك وبينها، أنت اللي تأمرها، ما يجيها الأمر من برا. فأوصاه قال: لا تكلم زوجتك، قل زوجتك لا تكلمك. ما عاد في أحد يكلمه في هذه اللحظة، في هذه الأزمة، في هذا الضيق، في هذا الضنك، في هذه المشاعر، في هذا الخوف، في هذا الارتباك، في هذا النفي، في هذه العزلة الكبيرة. يأتيه، شوف في لحظة الأزمات شلون يأتيه رسول من الغساسنة التابعين للروم ويقول له: يا كعب. أين كعب؟ أين كعب؟ فيشير الناس إليه. قال: هذه رسالة جايك. يفتحها كعب وإذ بها: لقد علمنا أن صاحبك جفاك، الحق بنا نواسيك. الآن الروم تاركين أشغالهم وجالسين يبحثون في شبكة العلاقات أي توتر فيها، هذه فرصة أن ناخذ واحد. في الأزمات أبناء البلد إذا لم يحسنوا ردات الفعل يتحولون إلى أعداء. فجاءته الرسالة: لقد علمنا أن صاحبك جفاك، الحق بنا نواسيك. ما قال: أوف خليني أروح أوريها النبي صلى الله عليه وسلم، أقول له ترى أنا مش أي واحد،
شوف علي طلب، أنا ترى مطلوب، الحقوا علي. لا، ما قال تدري شلون، خليني بكرة، تعال بكرة خليني أتأملها. لا لا، قطع على شيطانه وشيطان نفسه. يقول كعب: فلما قرأتها قلت وهذه من البلاء، الله بيختبرني زيادة. يقول: فيممتها وسجرتها التنور، رميتها في التنور وأحرقتها. هذا هو الانتماء في لحظة الرخاء. كل إنسان منتمي. في لحظات الشدة والارتباك يظهر معدن الإنسان وينجح في الاختبار ويعود إلى شبكة العلاقات سالما وإلى مدرجها آمنا. إذن العلاقة مع الله التوحيد، العلاقة مع النفس التزكية، العلاقة مع الآخرين العدل والإحسان، العلاقة مع الوطن هو الانتماء. يعني عمر رضي الله عنه يقول: لولا محبة الأوطان لخرب بلد السوء. لولا محبة الأوطان لخرب بلد السوء. 3. لولا محبة الأوطان لخرب بلد السوء. إيش يقصد؟ يقصد رضي الله عنه أن ثمة بلدان شديدة الحر أو شديدة الوعورة أو شديدة البرد أو شديدة الحشرات، ما أحد يقبل يسكنها، مي بزينة، ولأن أهلها يحبونها لا يعدلون بها شيء. يا واحد يروح أوروبا ثم يقول: بس يا جبل ما أدري إيش عندكم، جبال الحشر، يا جبل ما أدري إيش، لا تسبب لنا مشاكل يا شيخ. أنا من اليوم يقول لي ترى في جبل، في سهل وفي سهل، كذا هي جبل وسهل وبحر. آسف. فما الذي يقصد؟ يقول الشاعر: وكنا ألفناها ولم تك مألفا، وقد يؤلف الشيء الذي ليس بالحسن، كما تؤلف الأرض التي لم يكن بها هواء ولا ماء ولكنها وطن. بس عشانها وطن تحبها. إذن عشان يكون لك دور، أنت لما مرة أخرى إيش علاقة حب الوطن لما تسير عكس تيار الناس أنت تبغض ولا تستطيع المسايرة وتصبح إنسان سلبي. وتشوفون أحيانا اللي عنده بعض سلبي، وإذا تكلمنا سلبي، وإذا لا. وسبحان الله من قل إسهامه في أي شيء في وطنه أو حتى في رحلة كشتة، رحلة غوص ولا رحلة، من قل إسهامه كثر على بلده سهامه في أي شيء، حتى في طلعة عادية. لما ما تجيب أنت أي شيء، ما تجيب أي شيء، أنت جاي تأكل، اللي جايب قهوة، اللي جايب شاي، اللي جاي، تلقى الواحد ينقد بس حالي مالح مر ما أدري إيش، وين التكية، ما جبت تكيات، وين كذا وين كذا. ما عندك إسهام تكثر السهام. لما أنت تسهم يا أخي تصير إيجابي، يصبح قطعة منك، يهمك كثير أن ينجح هذا الشيء. فالعلاقة مع الوطن قائمة على الانتماء. ثم العلاقة مع الشيطان، هذه العلاقة كم؟ 5. العلاقة مع الشيطان في زمن الماديات، اللي لو تقول أنت الواحد بينه وبين شخص أو بينه وبين زوجته مشكلة، تقول له تعوذ من الشيطان، قال لي أبغى حل ثاني. إيش الحل ثاني؟ الشيطان أكبر عداوة هي فاتخذوه عدوا، إن الشيطان كان لكم عدو. ما يكفي تعرف، لازم تقرر، لازم يكون عندك موقف. فاتخذوه عدوا. طيب ليش يا ربي؟ لأن أعظم مشروع للشيطان هو إحنا، وقالها: لقد أيس الشيطان، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لقد أيس الشيطان أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. طيب شو الحل؟ ما راح نشرك بإذن الله كما وعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولكن في التحريش بينهم، والله ما خليهم يهنون. كل يوم يعقد مؤتمر إبليس، كل يوم يعقد مؤتمر ويقول: أنت ايش سويت؟ يقول: أنا والله ما تركته حتى زنى، إليك عني. وأنت؟ قال: ما تركته حتى سرق، إليك عني. وأنت؟ قال: ما تركته حتى طلق زوجته. فيضمه ويقول: أنت. العلاقات مشروع كبير عند الشيطان، في غياب تام عن استشعارنا لدور الشيطان. جماعة، الشيطان في التحريش غير طبيعي، في إفساد العلاقات غير طبيعي. يقول الله عز وجل: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. مش حسن، لا، لازم تنتقي معجم ألفاظك إذا جيت تكلم أحد أحسن شيء. ليش يا ربي؟ إن الشيطان ينزغ بينهم. ميدان الشيطان
في هاللقطات، في الكلمة اللي ما حسبت حسابها، يجي ينفخ في قلب صاحبك، وفجأة غادر المجموعة، طلع من الجروب. إيش فيه؟ إيش فيه النفسية؟ لا، مو بنفسية. أنت تحدني على الردى ثم تلومني على ردة الفعل. شوف الكلمة اللي قلتها، أي بس عادي. لا، مو بعادي. لا، مو بعادي. إن الشيطان ينزغ، جاء الشيطان فأفسد ما بينكم، فأنتقي كلماتي أسد على الشيطان. وذلك جاء ذلك الرجل وقال: يا فلان، إن فلان يتحدث عنك. قال: والله لأغلبنك. قال: ماني برد عليه. لأغلبنك، أنت اللي جاي النمام، وشيطانك، وشيطانه اللي خلاه يتكلم عني، وشيطاني.